وصية النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وهو بيوصينا بأغلى الوصايا قبل وداعه. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فحرمة الناس عند الله عظيمة، فلا تظلم ولا تسيء ولا تهدم ستر ولا تغتاب، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا بطيب نفس، فلا تأكلوا أموال الناس بالباطل ولا تأخذوا حقوقهم ولا تؤخروها عليهم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا وإن لهن عليكم حقا، فاستوصوا بالنساء خيرا، فاجعلوا الخير وصية وتذكير يومي وسلوك مستمر. والمرأة المؤمنة ليست فقط هي من تكرم، وإنما من تكرم نفسها وتحفظ بيتها في غيابه وتحفظ ما بينهما حتى إن افترقا، ولا تنسوا الفضل بينكم. أيها الناس، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تفتح لكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الناس، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نشهد يا رسول الله أنك قد أديت الأمانة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين.